هي أشهر قرية لصناعة السجاد اليدوي في مصر، وأغلى متر فيها ب20,000 جنيه، وأقل متر ب5000. بيبيعوا السجاد في خان الخليلي والأماكن الأثرية، والسياح بييجوا من كل مكان عشان يشتروا منتجاتهم. ده غير إن القرية هي الأولى على مستوى الجمهورية في إنتاج السجاد اليدوي. كملوا الفيديو ده عشان تعرفوا حكاية سيد أبو شعرة. قرية سيد أبو شعرة مشهورة بصناعة السجاد من سنة 1957، ومش بتعمل أي سجاد، لا دي مشهورة في صناعة سجاد الحرير بشكل كبير، واللي يعتبر أغلى سجاد على مستوى العالم. وبصابعهم اللي تتلف في حرير، نجح أبناء قرية أبو شعرة في إنهم يخلوا قريتهم قلعة من القلاع الصناعية في محافظة المنوفية، بتنتج أجود أنواع السجاد اليدوي غالي الثمن، واللي بيوصل سعر المتر فيه ل20,000 جنيه في السجاد الحرير، وأقل متر في السجاد اليدوي ما بيقلش عن 5000 جنيه. طيب أسعار السجاد بيحددوه إزاي؟ خليك معايا وأنا هقول لك. أسعار السجاد بتتحدد على حسب كل نوع، يعني مثلا الحرير بتكون تكلفته عالية وغالي، وأسعاره بتكون ما بين 18 و20,000 جنيه للمتر، لكن السجاد المصنوع من الصوف والحرير بتكون تكلفته أقل، وفي سعر أقل من كده كمان، ودي بتكون أسعار السجاد المصنوع من الصوف والقطن. واكتر ناس بتشتري السجاد اليدوي هم السياح عشان سعره بيكون غالي. ده غير ان كميات كبيره من السجاد بتتباع للتجار في خان الخليلي والاماكن الاثريه لزياده الاقبال عليها. ده غير ان القريه اصلا هي الاولى على مستوى الجمهوريه في انتاج السجاد اليدوي. هاني عوض مالك ورشه لصناعه السجاد في قريه ساقية ابو شعره في اشمون قال لجريده الوطن ان قريه ابو شعره فخر الصناعه المصريه، وسجادها بيبيعوه للاجانب وبيصدروه. واتكلم عوض عن السجاد وقال ان في انواع معينه في قريه ابو شعره عباره عن خلط من الصوف والحرير مع بعض، وفي سجاد من الصوف بس. وقال عوض ان كل سكان القريه بيشتغلوا في صناعه السجاد، وده اللي بيقلل نسب البطاله في القريه، وان اجره العامل باليوميه حوالي 150 جنيه، وبيتم تحديدها على حسب كفاءه كل عامل في المهنه. وعن اغلى سعر للسجاد في قريه ساقية ابو شعر قال عوض ان في انواع بيوصل سعر المتر فيها ل20,000 جنيه، والسعر بيقل على حسب الخامات المستخدمة في التصنيع. وقال تقريبا إن ستات القرية كلها بيشتغلوا في صناعة السجاد اليدوي داخل بيوتهم، لأنها ما بتحتاجش مجهود أو سفر خارج القرية. ومن كام سنة كده زار وفد الغرفة التقليدية بالمغرب قرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية للاطلاع على عدد من الحرف اليدوية بورش الحرفيين لصناعة السجاد اليدوي. ورئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية قال وقتها إن الوفد المغربي زار عدد من الورش المخصصة لصناعة السجاد اليدوي ونقل خبرته المصرية في صناعة الحرف اليدوية. يا ترى تعرف ايه عن قرية أبو شعرة تاني؟